رجيبي. ادم رجيبي اللي كان اساسي من جديد بعد مباراه الجوله الفارطه، اساسي في ملعب الاولمبي بالمنزه. كان الترجي الرياضي التونسي واجه قوافل قفصه، 3 اهداف كامله في المباراه، والترجي الرياضي التونسي يؤكد من جديد. نتفرج. الترجي لعب اليوم ضد قوافل قفصة ب3 غيابات في تشكيلته الأساسية، إيهاب المباركي، بن يوسف والخنيسي. عمار سويح يعول على النفزي، رجيبي وساليو جيندو اللي يلعب أساسي لأول مرة في تشكيلة الترجي. الزوز فرق دخلوا ديريكت في الموضوع، دقيقة ونص لعب، كرة تخرج من الدفاع لفخر الدين قلبي يصوب، وبن شريفية والعارضة يمنعوا القوافل من افتتاح النتيجة. الترجي يرد الفعل، المحيرسي وازع الجيندو وكورته فوق المرمى. رجيبي مرة هذه يتوغل، ريتري للمحيرسي وخميس الثامري يفسخ هدف للترجي. الترجي واصل الضغط على دفاع القوافل، المحيرسي على اليمين يوزع، والمرة هذه رجيبي بالراس وكورته تضرب على البار. في دقيقة 30 الترجي يتحصل على مخالفة قريبة من 18 متر، سعد بقير يشوط وخميس الثامري مرة أخرى يمنع فريقه من هدف. القوافل لعب الدفاع فيها شوط وركز على الكونتر اتاك. 1-2 في دفاع الترجي، كرة توصل لهيثم المحمدي اللي وزع، وعلي المشاني كاد يغالط بن شريفية. الدقيقة 37 كانت منعرج لقاء، كوليبالي يعدي كرة لجيندو، تالونات للرقد، وسليم باشا يدخل بقوة، تدخل يكلفوا ورقة حمراء. القوافل يكمل الماتش ب10 ملاعبية، الشيء اللي استغلوا الترجي. 2 دقائق بعد نهاية الشوط المحيرسي يلعب ركنية والرجيبي بالراس، و1 بلاش للترجي. الترجي واصل الهجوم، وفي اخر دقيقه من الميطون كره تجي قدام جيندو، كره ترجع للمحيرسي يصوب وثامري يتصدى، ترجع مره اخرى قدام جير اللي يزيد الثاني لفريقه وسط احتجاجات من لاعبيه قفصه. الشوط الثاني المستوى انخفض، لكن الترجي عرف كيف يجاري نسق. كرة أخرى من رجيبي للمحيرسي اللي كان وراء كل هجومات الترجي، وخميس الثامري اللي كان هو بيدو أحسن ملاعبي في القوافل اليوم يتصدى مرة أخرى. 20 دقيقة قبل ما يوفى الماتش، الترجي يزيد الهدف الثالث ويقضي على أمال قفصة للعودة في النتيجة. كرة طويلة من بقير للنفزي، ريتري لرجيبي اللي سجل 3 أهداف الترجي والدوبلي له اللي مع الاسبيرونس. سوايح يتهنى على النتيجة، يدخل إيدوك مكان جيندو اللي في أول كرة ليه يشوط وكرته تضرب على القائم. القوافل كان غايب وتعب بدنيا، والفرصة الوحيدة اللي جاته ما عرفش كيفاش يستغلها. كرة في ظهر دفاع الترجي وفخر الدين قلبي ما استغلش الخروج الخاطئ لبن شريفية. 5 دقائق قبل نهاية الماتش، حسين ربيع يوزع كرة تضرب في يد أيوب تليلي، ضربة جزاء احتاج عليها قيس اليعقوبي، الشيء اللي كلفوا الإقصاء من الملعب. المحيرسي بانيكا كورتو تجي البر. الماتش يوفى، الترجي ياخذ 3 نقاط جديدة، والقوافل ما ينتصرش على الترجي مرة أخرى منذ صعوده في 2004. خالد حسني، ورقة حمراء، 3 أهداف، تغييرات بالجملة في تشكيلة عمار السويح في رأيك المباراة. تغييرات كانت مجبر باش يغير، ولكن ما نقولوش تغييرات في الترجي في الفرق الكبرى، خاطر انت كي تعمل الميركاتو تعسيف خذيت ملاعبيه بمئات الملايين. لك محمد امين نفزي اول ظهور ليه الموسم هذا، معناها ماهوش لعب مباراه وارتاح مباراه. اما السنوات الماضيه كان تيتولير ساليو جيندو كيف ولكن كي تشوف احنا الرجيبي اللي يعني اذا تشوف انت بن يوسف تلقى رجيبي تبارك الله ردة فعل كبيره، 3 اهداف في 4 ايام، يعني نهار الاحد هدف حاسم ضد جابس، واليوم وعدل هدف ونصف في كل مباراه في كل مباراه، وكان على كل كرات ريت الماتش فريمون. يعني هو الثنائي المحيرسي رجيبي كانت مص مردود، سعد بقير مردود كبير تاع المحيرسي، مردود كبير رغم اذاعته لضربه جزاء. نعم، رغم اذاعته لضربه جزاء. لا، رغم اذاعته لضربه جزاء، ما انا نشوف المردود المضمون 90 دقيقه شو يعمل المحيرسي.
تبارك الله عليه سورتو لي كوب جملنا عطى لي باس روتري نوع في لي سونتراج تكنيك كان حركي احسن لاعب. اذا نشوفوا احنا المردود نتاع المردود الفردي اللي اثر على المردود الجماعي هو احسن لاعب. الهداف هو رجيبي، دونك رجيبي اديو كان هو اليوم اللي عمل الفارق. بالنسبه لقاسرين فما قاسم مشترك بين القاسرين وقفصه وساتونيزيان، الكلهم يزون راتي لو ديبي دو سيزون ثلاثه اللي الفرق التي صح. لكن حتى القروان ضيعت بدايه الموسم ثم رجعت معناها يمكن انا نتكلم عن الثلاثه اللي فاوا مرحله ليه اللي فاوا مرحله ليه. باش نشوفوا مع بعضنا التعليق والتصريحات ما بعد المباراه. امتنع قيس اليعقوبي على التصريح بعد الاقصاء نتاعو. سمعنا اذا المدرب المساعد، نتفرجوا مع بعض. كنا عازمين باش نحصلوا نقاط من هنا معناها في المنزه بالذات. على كل اليوم الظروف ما كانتش الى جانبنا، الظروف 10 دقائق يخرج لك جوار بيليه ومعناها كيما برهان غنام اللي كنا نعملوا عليه باش نتحكموا في الكره ونكونسيرفوا مليح الكره. كذلك دقيقه 30 هو المنعرج خروج سليم باشا. هذا بالطبيعه باش يعطي سيطره واضحه للترجي الرياضي التونسي، سيطر علينا وبالتفوق العددي كان افضل منا. انتصار منطقي بالطبيعه في ظل تنشيط الهجوم اللي قمنا به معناها في الشوط الاول، وخلقنا يعني اكثر فرص على مستوى العمل الجماعي، على مستوى يعني الكرات الثابته، وكنا عاقدين العزم باش ننهي المرحله الاولى معناها بانتصار، ووصلنا لهذا. الشوط الثاني انخفض فيه معناها المستوى، لو ركزنا اكثر كنا نجم نوصل اكثر معناها المرمى المنافس في ظل وجوده معناها بنقص معناها عددي، لكن نجم نقولوا البيلان معناها بوزيتيف افيك اون كونتر بيرفورمانس مع ترجي جرجيس اللي كما قلت نتحملوها الاطراف كل مع بعضنا، وخاصه الجمهور اللي كان غايب في المباراه هذيك. اول مش الترجي معناها رجعت من ضربه، فهمت، عملت لي جامون تيران قلقني شويه البوا من الاول، بشويه بشويه الحمد لله الواحد يرجع يلقى مستواه. الحمد لله اليوم معناها 3 بوان مستحقين معناها كسكور وكلعب في التيران، وكهو واحد يرتاح طبعا. Bon, il faut reconnaître que c'était pas un match facile comme on le dit, parce que jouer contre le dernier du championnat, c'est tout un temps un problème. Donc avec comme je viens tout à l'heure de l'annoncer, avec la confiance du coach ainsi que mes coéquipiers qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Donc vraiment, je leur dois beaucoup et puis vraiment, je remercie le Seigneur. Tu sais, le football, ça pardonne pas. Il comprend un grand club comme l'Espérance, donc quand on te donne une chance, donc il faut toujours la saisir. برهان غنام، سليم باشا، المهمة كانت صعبة أمام الترجي في تونس، تصبح مستحيلة باختار زوج لاعبين هذول. هي 11 ضد 11 صعبة، صعبة من الأول، ولو أن قفصة معناها كان قعد برهان وما خرجش يحتمل تكون إشكال للترجي التونسي، ولكن هي 11 ضد 11 صعب معناها ب 10 ضد 11 مع خروج برهان غنام اللي توا هو معناها الاسابيع الماضيه هو الكل معناها ما هو الكل يسجل وكذا. تبقى خلينا نقولوا ولو انا صديقنا العزيز اللي هو قيس اليعقوبي. يا قيس تعرف تونس وتعرف الدنيا وعندك مباريات روتور كبيره ياسر، معناها الفريق في حاجه ليك. كنت نتمنى عادي جدا ان الاخطاء هذه كانت حسن نيه مش نيه كذا، وفيها الماتش هو صفر من النقاط. انا مخاطر الانسان يحب انسان يعاتبه اكثر لا اكثر ولا اقل معناها، ونتمناو له معناها روتور باهي للقيس خاصه الانتدابات اللي جايه. في المقابل الترجي التونسي جاهز لمرحله الاياب ولا لا؟ لازم تعزيزات الترجي التونسي والمجموعه كافيه هذه لاداره مرحله الاياب؟ والله منافسين كما نجم ونادي راديس فيرسي بالطبيعه. شو في كلمه في كلمه ولو هذا مرجابي يجاوبني على البوا يعطيه الصحه معناها تي فرون معناها كان صريح. في كلمه ترجي يمكن بالنسبه لي انا هكا امور هكا صغيره في الدفاع. واضح بروجيك تاع معناها اذا انت ما عندكش اكس سنترال تعمل على شمام اللي هو رير جوش باش يقعد سنترال. إذا مرحلة الإياب فما تراف تو الترجي التونسي نجم يخدم فيها. نذكروا أنه الشان عودة البطولة بين 7 و 14 فيفري حسب بالطبيعة النتائج تاع المنتخب الوطني التونسي. تو نمشيو لسيدي بوزيد. سيدي بوزيد